أهلا بيكم. عندك عادات سلبية ونفسك تتخلص منها؟ بتعاني من عادات غير صحية ونفسك تستبدلها بعادات صحية؟ بتكرر سلوك سلبي ونفسك تبطل تكرره؟ لو عايزين تتعلموا ازاي في خطوات بسيطة نتخلص من عاداتنا السلبية، تابعونا في حلقة النهاردة. أول خطوة للتخلص من العادات السلبية هي إدراك وجودها. زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت إن العادات في أحيانا كتيرة بتتكون على مستوى غير واعي، وبنكون بنكرر السلوك من غير ما ندرك. علشان كده محتاجين نراجع ردود أفعالنا اللي بتصدر مننا بدون تفكير، ونبدأ نشوف تأثيرها على حياتنا وصحتنا علشان ندرك العادات السلبية اللي في حياتنا. تاني خطوة هي إننا نلاقي الطريقة المناسبة للتخلص من الشعور بالضغط العصبي، لأن العادات السلبية زي النهم والتدخين واضطرابات النوم بيكون المثير ليها هو الشعور بالضغط العصبي. علشان كده كل ما قدرنا نتخلص من الشعور بالضغط العصبي ونواجه الضغوط بهدوء ونتحكم في مشاعرنا، كل ما قدرنا نتحكم في السلوك السلبي اللي بنقوم بيه ونقلله. ثالث خطوة هي تهيئة البيئة المحيطة بينا للتغيير اللي عايزين نعمله في رد فعلنا. زي مثلا لو السلوك السلبي اللي عايزين نبطله هو التدخين، يبقى لازم نطهر البيئة اللي احنا متواجدين فيها من السجاير ومن المدخنين علشان نمنع العقل من اللجوء للسلوك السلبي ده اللي هو التدخين، ونحفزه يبدأ يدور على سلوك بديل يحصل بيه على المكافأة اللي كان بيحصل عليها من التدخين أو من السلوك السلبي اللي عايزين نبطله. رابع خطوة هي إننا نبدأ نتبنى سلوك إيجابي نستبدل بيه السلوك السلبي، ونبدأ نكرره بوعي لحد ما عقلنا يتعود عليه ويكرره من غير مجهود ذهني أو نفسي مننا. والعملية دي الأبحاث قالت إن هي بتاخد حوالي 60 يوم من التكرار. الحقيقة إن تغيير عاداتنا السلبية بعادات صحية أمر بيحتاج لقرار واعي وإصرار ومجهود مستمر من غير تراخي، لكن كل ده لا يقاس بالفوائد الصحية والنفسية والذهنية اللي بنكتسبها لما بنوصل لهدفنا. لأننا مش بس بنحسن صحتنا، احنا كمان بنكتسب مرونة ذهنية ونفسية عالية، وده بينعكس على طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للأمور، فبيخلينا نقدر نشوفها من أكتر من زاوية، وده بيوسع مداركنا ويخلينا نقدر نعيش حياتنا بثقة أكبر في نفسنا وفي قدراتنا. لو محتاجين استشارة صحية أو جلسات كوتشنج تساعدكم تواجهوا التحدي ده بوعي، تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.